ها النهارده ما عندناش مشكله خالص، فعلا ما عندناش مشكله. مش معقول يبقى عندي وعزها عليكم ابدا خالص. ليه بقى؟ لان احنا شعب عظيم، حضرته حضاره كبيره وعظيمه، حضاره الفراعنه اجدادنا، الحضاره اللي اتعمل فيها دستور اخلاق وهي كانت فجر الضمير، الحضاره اللي بنوا فيها الاهرامات وابو الهول والمعابد، آثار هي أغلى حاجة بنملكها. وما ننساش كمان إن احنا نحيي النهضة الحديثة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. أتحدى تكون في أي دولة في العالم. شوفوا بس كمية المولات اللي فتحت عندنا. ليه؟ لأن احنا شعب جميل نحب نستمتع بالحياة. شوف الراجل في أوروبا ولا في أمريكا يبقى زي الشحط كده وداخل المول عشان يشتري مزايا. الراجل المصري اللي بيرفع هامة مصر لفوق تلاقيه خارج من المول شايل صباطة موز وصباطتين على كتفه كمان. ايه ده؟ انا مرة كنت راجع من بره، كان معايا على الطيارة مصريين كتير شكلهم يفرح. طبعا نزلنا في المطار عشان نستلم الشنط، وانتوا عارفين شنطة المصري بتبقى باينة جدا واضحة كده في وسط شنط الجنسيات التانية، ليها منفخة كده وبتبظ من كل ناحية، وساعات بتبقى مربوطة بحبل غسيل كمان. أنا خدت شنطتي وتبقى فرحة، اول ما تجيلك الشنطه بتاعتك في المطار تبقى فرحان انك لقيتها. خدت الشنطه وفرحان وماشي بفخر كده، بعدين ببص كده لقيت كل اللي جايين معايا اللي نازل ب5 شنط واللي نازل ب7 شنط، نازل ب9 شنط، ده غير الكراتين. انا قلت هو انا مش مصري ولا ايه؟ فبصراحه انا شكيت في وطنيتي. بعدين فجاه لقيت واحد مصري واقف بعيد كده زي كده شايل شنطة واحدة، فرحت بيه جدا. رحت له قلت له أنا سعيد جدا بمنظرك الحضاري كمصري نازل بشنطة واحدة كده زيي. بص لي وقال لي Excuse me What do you say؟ طلع مش مصري. واحنا كمان كمصريين مؤمنين قوي بالمثل الشعبي اللي بيقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. شفتوا؟ والله فرحانين بالمثل على طول عمالين نسقف. احنا شعب جميل، شعبنا استهلاكي عنده رؤية، والحكومة عندنا كمان بتشجع الاستهلاك، بتشجع الاستهلاك لتقوية الروابط بين الدول. روح اي بلد كده هتلاقيهم بيموتوا فينا. الصين مثلا بيعشقونا، انت كمصري واقف هناك تلاقي الصيني كل شويه ينحني لك. طبعا انت بتشتري وتدفع ينحني لك، تشتري وتدفع ينحني لك. بينحني لك ليه؟ لحم كتافه من خيرك يا راجل. زمان على ايامنا بقى، زمان كان حلم المواطن انه يلاقي كوبون في علبة شوكولاتة ولا علبة سمنة ولا علبة شاي او كيس شيبسي، كوبون هيكسب بيه عربية. ده حلمه، والدولة كمان بتشجع. هتشتري شهادات استثمار تخش السحب عشان تكسب شقة. الدولة كده عملت اللي عليها، وفرت لك عربية وشقة. عايزين ايه اكتر من كده؟ اهي الكوبونات دي بقى، الكوبونات دي هي بداية تدريب الناس على الاستهلاك. التكافل الاجتماعي تلاقيه واضح جدا في المولات، تلاقي الفقير والغني زي بعض، كل واحد ماسك عربية فيها بضاعة وبيزق. قطة كلمي يا قطة. في واحد بيقول لك بس كلمي يا قطة. في يا أستاذ
ثانية واحدة من فضلك، ثانية واحدة من فضلك، وقف التصوير. ثانية واحدة يا أستاذ، ثانية واحدة. معقولة شوي؟ معقول خش عليا في مصر تحرجني قدام الجمهور وتقول وقف تصوير؟ انت من حقك توقف التصوير يا أستاذ، حضرتك بتقول كلام مش مكتوب في قلب الحلقة. ما طبعا بقول كلام تاني غير المكتوب. عايز اقول للناس انتوا شعب مستهلك سفيه. معقولة ناس جاية تضحك وتبسط عكس عليهم؟ بعدين اي حمار عارف ان احنا شعب مستهلك برزالة، مش انت عارف؟ ايوه. طيب وبعدين عيب انت برجلتني كده يا شوقي. بعدين الغرب كل الناس عارفه ان الغرب بيضحكوا علينا وبيستغلونا. يا استاذ الجمهور ايه؟ الجمهور قاعد زي البروطه في الصاله، زي في البلاله ولا عارف حاجه. هو قاعدين بس يسقفوا ويضحكوا خلاص. هقول عيب يا شوقي. يا استاذ نعم. عايزني اقول لهم اديها لهم صايمه؟ عايزني اقول الكلام اللي مكتوب عندك اقول لهم انتوا شعب مستهلك اهبل؟ يا استاذ ايه في ايه؟ الكاميرا بتصور والجمهور دلوقتي شايفك على الشاشه. سمعوني ونقول شعب مستهلك هبل؟ ايوه. مش هتعمر فيها شوقي، مش هتعمر فيها. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ انتوا شعب جميل، شعب جميل. والله الشعوب التانية بتحسدنا. انا لسه كنت واقف مع الاستاذ شوقي جوه في الكواليس وبقول له في شعب مستهلك اهبل وفي شعوب هبله جدا 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 جدا. يا عيني على دي شعوب بيقعدوا يصنعوا قطارات وعربيات وطيارات وسفن وبوتاجازات وتلفزيونات وموبايلات. الشعوب دي مسخرة نفسها لينا، بيخدمونا، يتعبوا ويصنعوا والحاجة كلها تيجي لغاية عندنا من غير ما نتعب. احنا بنعمل ايه؟ ندفع فلوس بس. دي حكومات بتستعبد شعوبها، انما احنا شعب اخر دلع. هوب عليه فله. اوعى حد فيكم يفوته يشوف الراجل كده وهو نازل السوق في عز الصيف، عز الحر، بيشتري بطاطين. ليه بيشتري بطاطين؟ هو عايز يشتري بطاطين عشان لما يروح البيت ويقعد قدام التلفزيون يشغل التكييف، يسقع، يتغطى بالبطانيه. يبقى كده ضرب 3 عصافير بحجر. استهلك بطاطين، استهلك تلفزيون، استهلك كهرباء. ولا التاني بقى الجينات المصرية الأصيلة تمسك الجردل أو تمسك خرطوم، رش على الأسفلت، رش قدام البيت أو قدام المحل، رش على الأسفلت. فاكرين إن الأسفلت هيزرع. ما هو لو زرع هيزرع زفت، مش هيزرع حاجة تانية. ولا اللي يسيب الحنفية بقى، حنفية المية تك 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 تك. ليه؟ عشان هو نايم يطمن إن المية مش مقطوعة. يا جماعة زي ما كنت بقول من شوية لما قطعني شوقي، احنا شعب عنده تقاليد. الاعياد والمناسبات بتاعتنا مرتبطة بالاكل والشراء. يعني مثلا العيد الصغير نشتري كحك، في العيد الكبير نشتري لحمة، في شم النسيم نشتري فسيخ ورنجة وملانة. عاشورة لازم نجيب البيئة ونعمل طبق عاشورة. في كريسماس في اكل، راس السنة في اكل، 7 يناير في اكل، راس السنة الهجرية في اكل، لازم زفر، لازم ناكل زفر. مولد النبي حلويات، الحصان الحلاوه والعروسه الحلاوه والسمسميه والحمصيه والفوليه. حتى رمضان شهر الصيام، يعني بنمتنع عن الاكل والشرب. اديها ارقص وتمر هندي وقمر الدين ويميش ومكسرات وقطايف